غمض بص عاوز كده. اعمل ايه؟ ايوه كده. ايوه كده. في الفيديو ده عملت حاجة كان نفسي اعملها من زمان قوي، وهي اني اصور فيديو مع واحد من اكبر الشيفات اللي اتربينا على اكلهم من واحنا صغيرين، وهو الشيف الشربيني، وسألته شوية اسئلة كده كان نفسي اعرف اجابتهم. يعني مبدئيا كده بس يا شيف شربيني، احنا متشرفين بحضرتك والله في انتوا الفيديو. شرفتوني نورتوني يا حبيبي. ربنا يخليك والله يا شيف. بس يعني ممكن حضرتك تعرفنا كده في الاول من الاول حاجه يا باشا، احنا عندنا طبق هنا اسمه فراخ الشربيني. اللي هو ده صح؟ اه هو قريب شويه من الحمام الكذاب ولا؟ هو احنا ما بنكذبش، احنا كل شغلنا ماشي نسمع. هو قريب منه بس دي حمام كداب بيبقى واخد الفخده، اوكي. ده واخد الصدر والفخده. طيب وايه ده بقى؟ دي بقى الكمين بتاع الشربيني برضه، ده فريك بالجلاش وما حدش بيعمله غير عندي الحمد لله. ده طبق الشربيني، ده طبق الشربيني. في بقى الطاجن اللي هناك ده بقى ده مشكله تانية برضه. الطاجن ده لو انت بقى بصيت كده عليه وجيت قلت بسم الله الرحمن الرحيم برضه ده فريك. فريك برضه. بص يا باشا ده شغل عالي ده يا شيخ. بالموتزاريلا. ده فريك ده فيه لحمه مفرومه طبعاً. كمان جوه، صح؟ صينيه بقى المشويات دي بقى عندنا صينيه المشاوي دي كلها زي ما انت شايف كده، فيها ايه؟ فيها كفته، سجق، فيها ممبار، فيها حواوشي، فيها فراخ مشويه. بص بقى حضرتك دوق كده السبع ده، امسك كده. حلو. جميل. بسم الله. دوق صعب شوف الكفته. ما التتبيله بتاعتها حلوه قوي، ممكن اجربها بالطحينه برضه. خد يا عم طحينه مش هنصرف. بص بقى استنى، بص ايوه غمض بص عاوز كده. اعمل ايه؟ ايوه كده. ايوه كده. شوف يا شيف. طعمها حلو. حلوه. طحينه جميله. ايه رايك بقى؟ كل الحاجه دي عندنا من المزرعه. انا بص قبل ما افتح هنا المكان ده كنت واخده من 15 سنه، اجرته 10 سنين لان ما كنتش فاضي، لان انا طبعا انا كنت موظف في الهيلتون 35 سنه. فلما ربنا نعم عليا جبت مزرعه وقلت ربي فيها مواشي، ربي فيها بط وفراخ، بحيث ان انا عندي اكتفاء ذاتي. وانا اقسم لك بالله العظيم السمنه من عندي من المزرعه، البيض من المزرعه، اللبن من المزرعه، كل حاجه بعملها. عشان كده الحمد لله ما بنغليش على الناس، عشان انا يعني مش عايز اكسب مش عايز اخسر. انا لو ابيع سعر التكلفه انا الكسبان اسمي. فالحمد لله زي ما انت شايف كده كل حاجاتنا بلدي، بيتي. دوق بقى كنا المحشي بتاعنا برضه بدل ما اخده منك، خلي بالك انا بس ايه مش عايز اخطفها. طب نبتدي بالورق عنب. هو ورق عنب بس. بسم الله. وادي كمان الزبادي جنبه اهو عشان ايه تغمس كده وتغوص. ايوه اهو كنت هتتخطف دلوقتي. السلطه حلوه قوي، والورق عنب نفسه برضه حلو قوي. الخلطه شوف بقى الكوسه والبتنجان هم حلوين، بس انا صراحه فضلت الورق عنب اكتر. بص بقى يا باشا شويه بقى زبادي بقى كده. ايوه كده. بتستمتع وانت بتاكل، مش مال بطنه بس. عندك حبه الملوخيه دول، دوق بقى كده معلقه كده، امسك يا باشا. اوعى لا انا لازم اكلك. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. كل مره. اصل انا هاكل انا بقى بعد كده. شوف بقى الملوخيه والطعم بتاعها جميل. بسم الله. لا مظبوط، يعني حتى التوم مش زايد فيها دي. لا كل حاجه مقادير. انا اشتغلت 35 سنه اكزيكتيف شيف في الهيلتون، ولفيت هولت العالم كله ولفيت العالم كله، لكن انا نفسيتي ارتاحت للشرق. يعني انا كنت بلف العالم كله عشان اعرف مصر بتعمل اكل شرقي ازاي. يعني كنت بنشط السياحه بره من التسعينات لغايه الالفينات، وانا بعمل ايه الاكل الشرقي المصري عشان السايح اللي يخش يعرف مصر هياكل فيها ايه. مهم جدا توصل المعلومه دي، وبستفاد منهم الغربي اجي ادرسه للطلبه عندي، لكن انا بعشق الشرق. هو ده اصلا السبب اللي خلى حضرتك تفتح المحل هنا بالظبط. مشويات. طب وهل اصلا ناوي ان حضرتك تدخل حاجه فيه زياده، يعني غير مثلا مشويات ولا؟ اصل ده المطعم انت عايز تاكل فيه اي حاجه لازم تجي لك، مش بفرض عليك حاجه معينه. أكيد. لكن انا بقى مش هقول لك هعمل كريبس زيت وهعمل الروزوتو وهعمل البرام ريب والحاجات اللي لا احنا بنعمل حاجات الشرق الجميله. لكن انت عايز تاكل سكلوب بانيه نعمل لك سكلوب، عايز فايته نعمل فايته، اي حاجه هتطلبها هتكون موجوده. طيب هو اصلا حضرتك لما جيت بقى بدات المجال اصلا بتاع الطبخ وبتاع الحاجات دي من الاول خالص؟ احنا بص يا باشا احنا ابا عن جدا طباخين، وعن ابنا كمان. وابني كمان طباخ، ولسه كمان عمر برضه هيطلع طباخ. ما شاء الله. و10 سنين دلوقتي بيلبس اليونيفورم وينزل برضه المطعم، والمصحف بيلبس اليونيفورم وينزل المطعم ويشتغل. امبارح كان جاي معانا راح يوم جه لقيته لابس، قلت له احنا ما عندناش شويه اتقل شويه عليا. فاحنا دي ابا عن جدا المهنه بتاعتنا، ابويا وجدي كنا في المطبخ. يعني حضرتك اصلا ابتديت من حضرتك صغير خالص؟ طبعا وانا عندي 12 سنه انا كنت بدرس وبابا جنب ابويا اصل اهم حاجه الدراسه. عشان توصل لبوزيشن في الهيلتون لازم تكون دارس، وبقى احنا مش درسنا في مصر بس، احنا درسنا في اوروبا كمان. فاحنا الحمد
الحمد لله مفيش بلد في العالم الا من زرناها حوالي 35 دوله، واستفدت وفدت. مثلا اروح اعمل كروس اكسبوجر في اليونان، بعد ما اخلص الاقي المدير يقول لي اعلم الناس الشرقي كده يعني. فالحمد لله رب العالمين، نحمد الله يعني، ابا عن جدا دي مهنتنا. طب ايه اكتر اكله بقى الشيف شربيني بيحبها، وايه اكتر اكله بيحب يعملها؟ انا عندي تظبيط سبع الكفته ده بالدنيا عندي. الحواوشي ده بعشقه، لكن احب اطبخ ايه بمزاج وحلاوه وجمال، المسقعه من غير لحمه كده. من غير لحمه كده؟ دول الممبار بقى مهم جدا برضو. الممبار حلو ان هو لسه معمول فريش، الطبقه بتاعت اللي بره دي. يا باشا احنا كل حاجتنا فريش، ده بلدي بلدي، لازم نقعه في الخل والملح لمده 24 ساعه. وانا عندي سؤال بقى، ممكن نشتري الحاجات دي مش مطبوخه ولا؟ لا يا حبيبي انسى. سؤال بقى تقريبا كلنا نفسنا نساله، مين اللي بيطبخ في البيت؟ مش كده؟ ده اول سؤال. طيب هو فعلا مين اللي بيطبخ في البيت؟ مراتي طبعا. حضرتك بقى ما بتشارك؟ هو انا هنا وبره وفي البيت هي شغلانه ولا ايه؟ ايه بقى السؤال الثاني؟ في الحلقات مين اللي بياكل الاكل؟ هو الاكل بيروح فين؟ بعد عنك انا عندي نحيته تتار ده اللي بيصوروا، اللي بيسوى الكرو كله، ومن غير ما بننزل من الهوا كل بيهجم، اللي بيطلع بقى اللي بياخده ياخده، اللي بيلحق بياخده. طيب مين اكتر شيف حضرتك بتحبه؟ اكيد بعد الشيف علاء الشربيني. هو الله يرحمه الشيف اسامه السيد، كنت اتمنى اشتغل مساعد ليه من زمان، لان هو استاذنا، وده لما بقعد قدام منه بحس ان انا تلميذ. الله يرحمه، ومفيش حد تاني. طيب ليه دايما الاكل اللي في المطاعم بيبقى احلى من الاكل البيتي؟ هقول لساعتك حاجه، عمرك ما هتاكل طعميايه في البيت زي اللي بتاكلها في المطعم بره عند الطعمجي، عمرك. لان الطعمجي الزيت بتاعه بيبقى وراثه انت بتحط زيت نظيف، هو بالتالي الزيت ده من ساعه ما فتح المحل وهو الزيت شغال، ينقص يزوده ينقص يزوده بقى خميره، تديك الطعم الحلو اللي انا الواحد برايل عليه. لو قلتها في البيت بزيت نظيف مش هتبقى حلو. وكل واحد ربنا مهيأ له رزقه سبحان الله. برضه لما تدمس الفول في البيت غير لما انت بتجيبه من القدره. بيبقى لها طعم تاني كده الصبح. بالظبط. برضه احنا هنا في المطبخ او في المطعم شغالين على طول، فكل حاجه بقى تستاهل معين ومعروف وريسيبي موجوده. حلو الحواوشي. الحواوشي جميل بيعجبك. انا بقول لك انا بقعد يعني عجينه الحواوشي لازم اعملها بنفسي، حاجتين، عجينه الكفته وعجينه الحواوشي لازم اعمله بنفسي. عامة هي دي الأسئلة اللي أنا سألتها للشيف. قولي لي بقى في الكومنتات تحت لو أنت كنت مكاني كنت هتسألوه إيه. صحيح هيكون برضه في فيديو تاني للأكل. شكرا جدا ليكم لو أنت لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي. كان معاكم أباظة من قناة لايف زباظة. سلام.